سي سيد، كان نحكيو على علاقة الاتحاد الجهوي بالقيروان بسلطة الإشراف والتنمية في ولاية القيروان، كيفاش تشوف هالعلاقة هذه؟ شوف، نحب نعطيك ساعة بعض المؤشرات باش بعد نقول لك طبيعة العلاقة باش تجاوب عليا. اليوم المقاطع هذه نقل المنتوج اللي هو الجرافي والبلوكاج والحجارة أصبحت تستهدف الطرقات، فأصبح الطريق بين حاجب العيون والقيروان، يعني المقاطع والقيروان طريق الموت، وفيه أكثر نسبة موت، لأنه اليوم العربات هذيك لا تخضع للوزن ولا تجد من يحاسبها على ذاك الوزن. ثم أني في إطار المسؤولية المجتمعية اللي منصوصة بالدستور، هذه المقاطع كذلك لا تحترم ولا تقدم أي مساعدة أو أي مشروع في إطار المسؤولية المجتمعية بعد انتهاك الكل للبيئة وللجوانب هذيك الكل. الصحة قلت لك، الصحة والسلبانية والمشاكل الكل، إضافة إلى الاحتقان الاجتماعي في هذه المقاطع، نجد السلطة مغيبة كليا ولا تقوم بدور الرقابة. اليوم دور الرقابة تقوم به عبر سواء التفقدية، سواء عبر شؤون الاجتماع وزارة الشؤون الاجتماعية، سواء عبر التفقدية العامة، هذه طب الشغل.